فان دير بروك في الوقت اللي عبد الرحيم طالب تحويل بعض الفرص. كان الفرصه الاخيره يتابعنا ديال حمزه الدرعي. سنتابع هذه الكره الثابته غادي تنفذ الزاويه. لعبت الكره في القائمه الثاني الراسيه فرصه الهدف. الهدف هدف اول لفائده فريق الوداد. امين فرحان يزرع الفرحه في صفوف وفي جماهير عند جماهير فريق الوداد. لاحظوا الفرحه الكبيره لجماهير فريق الوداد. تلعبت بشكل ممتاز الراسيه وامين فرحان في المكان المناسب. سفين فان دين بروك بدا يدون اولى اهداف هذا اللقاء. اذا الحل جاء من المدافع ولم ياتي من المهاجم. امين فرحان امام المرمى يتمكن من وضع الكره في الشباك. لاحظوا الراسيه ما كانش هناك يعني رقابه على اللاعبين. امين فرحان لاحظوا يعني بهدوء كبير كيوضع الكره في شباك الحارس احمد مروان بيساك. وفريق الوداد يتمكن من الوصول للمرمى والوصول للشباك بهذا الشكل وبهذه الطريقه من امين فرحان. وفرحه كبيره للحارس يوسف مطيع ولباقي اللاعبين. اذا النتيجه تغيرت هنا بملعب العبدي بالجديده. كره عبد الله فرح اعتقد انه سيكون اقرب للتنفيذ. والى جانبه اسامه سكحان لاعبين سابقين في صفوف فريق الرجاء. لاعب معار انتبه المحاوله عبد الله فرح. عبد الله فرح تعبت الكره كتلمس لحائط الصد وكتحول الكره للزاويه. نتابع من جديد الكره اللي تطمت بحميد حداد والكره خارج ارضيه الميدان. الزاويه لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. الرابعه في هذه الجوله الثانيه. لعبت الكره دائريه الراسي لعبد الله فرح. فرصه والهدف. هدف التعادل لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي بواسطه حمزه الدرعي. حمزه الدرعي كيتمكن من وضع الكره في الشباك. هدف التعادل كذلك جاب الكره الثابته ومن الزاويه. حمزه الدرعي يستغل كنقول بانه كان هناك انتباه على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد. وحمزه الدرعي يتمكن من وضع الكره في شباك الحارس يوسف مطيع. وبالتالي كتغير النتيجه. هدف لمثل بين الفريقين. فرحه كبيره لجماهير فريق الدفاع الحسني الجديدي وللاطار الوطني عبد الرحيم طالب. انه افضل كالبدايه كان يتمناها الاطار الوطني عبد الرحيم طالب. سنتابع هذه المحاوله نفذت الزاويه الراسيه ديال عبد الله فرح وحمزه الدرعي الذي يكمل الكره. لاحظوا كان فراغ على مستوى الدفاع ما كانش هناك تغطيه وبالتالي حمزه الدرعي يتمكن من وضع الكره في الشباك بهذه الطريقه وبالراس يكمل الكره معلنا عن هدف التعادل لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. والمباراه ستنطلق من جديد. اذا هدف لمثله بين الفريقين. مايلولا لاعب فريق ميلودي ساندونز ولكن خروج مايلولا وخروج ساندونز وكذلك خروج يونغ افريكان كيبقى بوليسامبو جونيور عنده كل الامكانيات باش انه يكون هداف ديال هذه النسخه. في الوقت اللي غادي يكون الوداد في مواجهه فريق الاهلي المصري. الاهلي المصري هناك محمود كهرباء لاعب اللي عنده 5 ديال الاهداف. بالتالي غتكون مواجهه فرصه خطا على مستوى الدفاع وتدخل يبعد كره الحكم كان ضربه جزاء. الحكم يعلن عن ضربه جزاء. كان خطا على مستوى الدفاع ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي. تدخل امام مؤيد اللافي والحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الوداد. دقيقة 73. سنتابع مرة أخرى هذه المحاولة. موكوكو رجع الكرة للحارس أحمد مروان بيساك اللي تمكنش من إبعاد الكرة. مؤيد اللافي كان تدخل ديال المدافع طاهر عبد السلام المدافع الليبي. إذا ضربة جزاء لفائدة فريق الوداد في انتظار تأكيد القرار كذلك من حكام الفار. فرصة لفائدة فريق الوداد. كنقول بأن تبعنا أخطاء كثيرة على مستوى يعني التغطية الدفاعية وبالتالي فريق الوداد يستغل هذا يعني الخطأ الدفاعي ويحصل عن ضربة جزاء. أيمن حسوني
وضع الكره في نقطه جزاء. الحكم كيطلب من احمد مروان بيساك بانه ياخذ المكانه ديالو. اذا ضربه جزاء لفائده فريق الوداد. مبنى عبد الرحيم طالب، ومحاوله اخرى وفرصه اخرى لفائده فريق الوداد بانه حتى انه ياخذ تقدم في هذا اللقاء وفي هذه المواجهه. اذا ايمن الحسوني كيوضع الكره في نقطه الجزاء امامنا. ايمن الحسوني سيكون وجها لوجه مع الحارس احمد مروان بيساك. الحكم دائما كيطلب اللاعبين ديال الفريقين بانه يخرجوا خارج مستطيل العمليات من اجل تنفيذ هذه ضربه جزاء. اذا ايمن الحسوني يستعيد للتنفيذ. ايمن الحسوني والهدف الثاني لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي من نقطة جزاء أحمد مروان بيساك في الجهة اليمنى والكرة في الجهة اليسرى. فرحة كبيرة للاعبي وكذلك الطاقم التقني والجماهير فريق الوداد اللي كياخذ التقدم مرة أخرى في هذا اللقاء على بعد تقريبا 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمواجهة. أمامنا لاعب أيمن الحسوني الذي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائدة فريق الوداد.